هتقفل امتحان انجليزي ثانويه عامه ازاي وانت ضايع في المهارات؟ ثواني كده، هي ايه المهارات دي اصلا؟ مهارات اللغه الاساسيه: reading, writing, translation، وفهمك للجرامر. وده اللي بقى معتمد عليه النظام الجديد في امتحان ثانويه عامه بشكل اساسي. يعني مفيش خالص زي زمان انك تعتمد على حفظك للمعلومات اللي موجوده في المنهج وبس، ولا انك تحفظ قطعه باراجراف ثابته وتدخل تكتبها وخلاص. وعشان كده احنا في CEC هنساعدك تقفل امتحان انجليزي ثانويه عامه من خلال منحه مدعمه مدتها شهرين بس لكل طلاب اولى وثانيه ثانوي، سواء كنت ثانوي عام او ازهري او تجاري او صناعي او فني او ايا كان. هنأسسك في الجرامر من البدايه، وهتعرف كل الكلمات الموجوده في منهج ثانويه عامه وكمان بره المنهج. وده عشان يخلي عندك اكبر حصيله ممكنه من الكلمات اللي هتساعدك تكتب باراجراف احترافي، وكمان تحل اي ترجمه مهما كانت صعبه. وقطعه الفهم اللي هتلاقي حلها سهل جدا بعد ما تكون فهمت الجرامر كويس جدا وعندك حصيله كلمات تقدر تعرف بيها بالظبط المعنى اللي هو عاوزه. وده لان هدفنا انك تتعلم انجليزي ليك ولمستقبلك، مش بس عشان تقفل امتحان انجليزي ثانويه عامه. انت كده كده قفلته خلاص. سجل بياناتك دلوقتي حالا والحق مكانك في المنحه، ولو تم قبولك هنكلمك وهتقدر تستفيد بعرض التقسيط وكمان خصم اكتر من 50%، ده غير الشهاده المعتمده دوليا. وما تنساش انك تقدر تختار ما بين الحضور اونلاين او في اقرب فرع ليك من فروعنا على مستوى الجمهوريه.